السلام عليكم الحباب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير البشنيخه بمقادير اقتصاديه وكميه كتكون وفيره وكتجي هشيشه بزاف. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 1 كيلو ديال دقيق الفورص، وغادي نضيف ليه واحد 2 معالق ديال الجنجلان اللي كيكونوا محمرين ومطحونين، وواحد الكيس ديال خميره الحلويات، واحد كيس ديال زهرة البرتقال، وواحد رشيشة ديال الملحة، وواحد راس معلقة ديال القرفة، وغادي نزيد معلقة ديال النافع وراس معلقة ديال حبة حلاوة. وغادي نضيف هنايا واحد الكاس ديال الزبدة، زبدة حيوانية اللي كتكون على شكل نوازيط، وكنبدا كنرمل في الخليط ديالي. ضروري ما ترملوا الخليط ديالكم باش هكذا تجيكم البشنيخه زوينه. المعسلات كلهم كيبغيو يكونوا مرملين، عاد كتضيفوا السوائل. كنبدا كنرمل مزيان حتى كتدخل ليها هذيك الزبده ودوك المقادير اللي ضفنا. يمكن لكم تعوضوا الجنجلان باللوز اولا بالكاوكاو، كيف ما يمكن لكم تستغناو عليهم، راه كتجي بشنيخه اللي هي رائعه وهشيشه. كنبقى كنرمل بهذه الطريقه حتى كنحصل على واحد الخليط كيكون مرمل داخل ليه ليدام. وغادي نبدا كنضيف في الحليب واحد 2 كيسان ديال الحليب اللي كيكونوا دافيين، غادي نعجن بهم البشنيخه. وبالنسبه للزبده يمكن لكم تعوضوا الزبده النباتيه بالمارغرين اولا ديال الحكر، كيبقى لكم الاختيار. صافي كنبدا كنعجن العجينه ديالي بهذا الشكل حتى كتجمع ليا. وبالنسبه للعجينه كتكون شويه واقفه، ما كتكونش مطلوقه، باش ما كانت العجينه شويه واقفه وشاده راسها باش ما كتنجح معكم هاد البشنيخه. وحتى في آلة التوريق الا بغيتو تورقوها بآلة التوريق ما كتجيكمش هكذا صعيبه، تبدا تتلصق لكم في لا ماشين. صافي كنبدا كنجمع بهذه الطريقه، ونضيف الحليب كيف ما قلت لكم واحد 2 كيسان هما اللي احتاجيت في هذا الكيلو ديال الطحين. وبالنسبه للحليب راه كيبقى حسب الطحين، حيت كل طحين كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي هكذا كيخصوه السوائل. صافي كندلك العجين ديالي بهذا الشكل، كندلكو مزيان، ومن بعد كنخليه يرتاح. من بعد ما كيرتاح راه كنشكلوا واحد الكرات اللي هما صغيورين بحال هذا الشكل، وكنبدا كنطلقهم بالمدلك. ومن بعد راه غادي ندوزهم في الآلة ديال التوريق. نطلقهم كاملين بالمدلك وكنغطيهم بواحد المنديل، ومن بعد كنعاود نطلقهم في الآلة تاع التوريق. كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال هاد الكرات.
وهنايا من بعد ما نكمل الكرات ديالي بالتليق، غادي نطلقهم بالاله ديال الطوريق. انا هنايا بحال اللي بغى يخدمها في اله الطوريق طلقتها في رقم 3 وعاد درتها في هذه الاله تاع سباكيتي اللي غادي تخرج لنا البشنيخه هانتوما بهذا الشكل. وكنحط دوك الخيوطه ديال البشنيخه بهذه الطريقه. كنحاول نزول هاد الخيوطه اللي تيكونوا صغار، وكنبدا كنجمع في البشنيخه ديالي بهذه الطريقه. كتشدوها مزيان باش هكذا ما تحلش لكم في المقله. صافي وغادي نبدا كنقطع بهذه الطريقه. دوك الخيوط اللي كيكونوا زايدين كنحيدهم باش هكذا ما يتحرقوش ليا في المقله. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال البشنيخه، وكنخليها تنشف واحد شويه، عاد كنبدا نقلي فيها. هانتوما كتبداو كتحلوا شويه هكذا بهذه الطريقه باش يجيكم دوك الخيوطات محلولين بهذا الشكل. نتوما كتجي رائعه وطريقه اللي هي سهله وبسيطه وكتوجد في وقت قصير. من بعد غادي ندوزو باش نطيبوا البشنيخه ديالنا. الزيت كتكون سخونه وعندنا العسل، وكنبدا كنحط البشنيخه في المقله اللي كتكون الزيت ديالها سخونه ودرجه الحراره كتكون ناقصه، ما كتكونش مجهده باش هكذا ما تحرقش لينا دغيا، لانها دغيا كطيب. دوك الخيوطه دغيا كيطيبوا، نقصوا عليها تكون البوطه مهيله باش تطيب على خاطرها وما تجيكمش هكذا محروقه، يجي اللون ديالها موحد. صافي كنعمر المقله ديالي وكنخليها تبدا كطيب، واللي بانت ليا طابت كنبدا كنقلب فيها بهذه الطريقه. هانتوما شوفوا ما شاء الله راه ما كيتحلوا ما والو. ومن بعد ما كيتحمروا من الجهتين غادي نبدا كنهز البشنيخه وكنوضعها في العسل. وكنستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. وهنايا نبدا كنوضع البشنيخه في العسل، كنوضع عليها العسل بهذه الطريقه، ما كنغطسهاش بزاف في العسل باش ما تهرش ليا. كنبدا كنهز العسل هكذا وتنوضعه من الفوق منها، وكنخليها واحد شويه تشرب العسل، ونعاود نعمر المقلاة حتى كتقرب طيب الشباكي البشنيخه عفوا. عاد كنزولها من العسل، ومن بعد ما كطيب هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. كتجي رائعه، كتجي بنينه واقتصاديه وفي نفس الوقت كتجي هشيشه. كنتمنى من الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم.